مقلب جوه مغزى، موهوب مش لاقي فرصة، شاعر أو كاتب قصة، هنشاور للناس عليه والحكم بقى ليهم، حبوك راح تكبر بيهم، حسوك هيخلوك نجم والبركة بقى فيهم. ستار تيكر ستار فيكر، مين اللي هيكسب المليون؟ مقلب جوه مغزى، موهوب مش لاقي فرصة، شاعر أو كاتب قصة، هنشاور للناس عليه والحكم بقى ليهم، حبوك راح تكبر بيهم، حسوك هيخلوك نجم والبركة. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. لو عندك موهبه مكانك هنا، لو بتحلم تبقى نجم هنا العنوان الصح، هنا المكان اللي بيحول الحلم لحقيقه. شباب بيكتب، شباب بيغني، شباب بيلحن، شباب بيمثل، شباب موهوب جدا جاي يكسر الدنيا. اهلا بكم في ستار تيكر. النهارده معانا لجنه التحكيم من كبار الملحنين والموسيقيين والشعراء والمنتجين بالوطن العربي. سمعونا احلى ترحيبه. جايين هيكتشفوا موهبه من الثلاث متسابقين دول. ستار تيكر بيقدم النهارده جائزه ال1,000,000 جنيه، ومش بس كده، 3 سنين عقد وانتاج البوم. جاهزين؟ جاهزين. متحمسين؟ اكيد. يا ترى مين هياخد ال1,000,000؟ الله اعلم. نجرب، يعني نبتدي. اسم المتسابقه؟ أنا اسمي نورسين أحمد، وكنت كاتبة حاجة يعني كنت حابة إن أنا أعرضها على حضراتكم. أقول؟ ماشي. موهبة شعر ولا غناء ولا موهبة إيه؟ هو أنا كاتبة حاجة مش شعر قوي يعني، بس أنا كاتبة حاجة. يعني التصنيف بتاعك شو بيكون؟ شعر. شعر، كاتبه شعر. أنا تمام. بعرف أعمل حاجات كتيرة قوي. أنا فنانه، موهبة يعني شاملة. نقدر نقول فنانه شامله نورسين؟ أيوه. فنانه شامله، اوكي اتفضلي. ثم تنهدت وقالت: والله ما أنا شارية الخضار ولا عاملة لك المنبار، ابقى بقى كل خيار. عارف ليه؟ بصراحة عشان أنت راجل حمار. يخرب بيتك. فظيعة يعني. لمسه كوميديه اضافه للشعر. قوي، كوميدي فوق كوميدي، جميل جدا. عندك انت حاجة جوعتيني الاول ودخلتيني في حالات غريبه كده. طب سمينا حاجة ثانية. أقول حاجة تانية؟ يا عم. طيب ممكن أقول حاجة عن الفار؟ مش فار، عشان الاكل بس ما نلحقش. عن الرأفة بالحيوانات اكيد والرساله. اتفضلي. ماشي. الفار في المصيدة مقفوش، شفته ولا ما شفتوش، وصاحبه شعره منكوش، كلت الجبنة ولا ما كلتوش. سيد احمد بربوش. لو سمحت كل متسابق يخليه في دوره. حلو. برافو عليك. دي احلى. طيب نشوف لجنه التحكيم ايه الاراء. انا ارائي بجد، يعني انا شايف ايه، بعيدا عن التقييم الاكاديمي، يعني خلينا في التقييم الحاله والاتيود نفسه كمان. انا شايف ان نورسين بتمثل، يعني بتمثل الوقت المعاصر، الجين زي، يعني عارفه، فقريبه، كلماتها قريبه خالص. في حاجه يعني عارف، بس هي الفكره احنا بندور على ايه؟ بندور على صناعه نجم. ما هو العلوم الاكاديميه موجوده في كل مكان، وتعليم والشعر يعني في كل حته، موهبه او بتدريس نقدر نقوله، والالقاء نقدر، وكل ده متواجد بطريقه كبيره قوي. لكن الحاله الفنيه نفسها هو ده اللي بندور عليه. يعني اقدر اقول يا استاذ عبد السلام ان الخامه نظيفه، عندها احساس والقائها جميل، هو مش مجرد كلام على ورق يعني، فبرافو عليها يعني. طيب المنتج وليد العميري، تقول ايه للمتسابق؟ اسمك ايه؟ سوري. نورسين. نورسين. والله أنا بختلف مع الأساتذة. أنا جاي لحاجة ثانية خالص، ولكن للأسف المستوى سيء. هذا رأيي الشخصي. الله يبارك لك. هي بنت يعني حلوة، ممكن تغني تمثل، يعني لكن شعر لا احنا في حته وهي في حته ثانيه، مع احترامي بس لو ممكن نشتغل شويه عليها او نساعدها. لا ما نشتغلش احسن، لا ما نشتغلش احسن، نشتغل في حاجه ثانيه احسن. طيب دلوقتي طبعا احنا شايفين الاساتذه الكبار اتشكرت جدا في نورسين،
وهي فعلا موهبه متكامله. طب ممكن اغني اهدي تاني؟ بقى على نفسك لا بقى، في ناس بصي غيرك. دي بقى ادوار المتسابقين، هنا البرنامج دي مش بقى. بتاعك. طيب خليكي بس يا نورسين، انت مالكيش دعوه، انا هتصرف. نخش على المتسابق التاني، عرفنا بنفسك. انا اسمي احمد الشمندي، بغني شعبي ومهرجانات، وهسمعكم حاجه للاستاذ احمد عدويه. احمد حلو، بحبه. احمد الشمندي، احمد الشمندي. الموهبه ايه؟ غناء غناء. شعبي. والله يا استاذ شمال. مية عام السامية ثواني، مش مسا مش غنيت شعبي مره احنا ما عارفينك انت مش دي اغنيه غنيت غيرها يا امبارح. استاذ، ده بس خلينا طب نكمل ما انت غنيت الغنوه. شعبي المره اللي فاتت، ما ده وانت نفس مش الشعبي شعب. بقى، اغنيه غيرها. خلاص يبقى هتحكم عليك بخروج لا. من المسابقه خروج لتكرار ايه؟ نفس هو قرر نفس الاغنيه؟ لا هيطرد. لا مش ده نفس موضوع الاغنيه، ده. دي غيرها على فكره، نفس اهدي بس على نفسك امال انت. ايه؟ دي 100 مسا، دي 100 ما مسا. عندكش حاجه غير الشعبي؟ ما عنديش حاجه غير الشعب، انا مطرب شعبي. نسمع بقى طب ولا ايه؟ طب نسمع، نديله فرصه برضه، ده حقه كفايه. مية مسا مية مسا ترابارابارا على الصحبة حلوة كويسة ترابارابارا قدامي ناس مش أي ناس، ناس عالشقاوة مؤسسة بيرابارابا قدامي ناس مش أي ناس، ناس عالشقاوة مؤسسة صباح الخير بالليل. الفل يا حبيبي، احنا بقى نكتفي بهذا نفكر القدر. الله يخليك، فعشان خلاص ايه مش وصلتنا طايقين الرسالة يا لك، أستاذ. فتهدى كده. انت لسه ما مش فاهم. خدناش نفسنا. ريح سيء صباح سيء الخير. جدا. بقول لك مش إيه؟ هي مش بالزعيق طب أنا أقول لك على حاجة وبالهري إكراما وباللي ليك انتوا أنت. مليتوه لنا اسمع بس دوت. أقول لا لك مش على حاجة هسمع إكراما عشان ليك سمعت أنت. انا في واحد تاني لسه ما عملش حاجه، سمعت الباقي. عشان بس ما شفت؟ يبقاش فيه ظلم، سمعت نسمعه الباقي. وبعد كده انا هتصرف طب معاه. ايه يا استاذ التزم أسامة؟ انا حدودك هتصرف والتزم معاك بعدها ادبك. عشان يعني بس ما نظلمش الكنترول الراجل. بيقول لو قليت ادبك تاني او قللت احترامك هنفضل والله نخرجك خارج. ده يعني انت صفيق يا ابني. ونرحب كمان مره بالمتسابق الثالث، منورنا النهارده. اسم حضرتك ايه يا فندم؟ أنا اسمي علي البنبي. نعم. البنبي، اللون البنبي، علي البنبي. اسمك علي اللون البنبي ولا علي بنبي؟ علي البنبي. طيب جاي تقدم ايه النهارده؟ شعر إن شاء الله. اتفضل. أنا بقول في عينيه أيام زمان، في إيديه كل الأمان، اسمي هو اختاره وبيه بقيت إنسان. علمني إزاي أتكلم وفي وسط الناس أتعلم، كان نفسي معايا يكمل لآخر الزمان. حاسس بيه معايا خطوة بخطوة ورايا، صوته بيناديني، صوته محفور جوايا، بيقول لي كمل، اتعب، اتحمل، انت بدالي الامر سلم. وانا اكيد سلمت، دي رسالة ولازم اكملها. دلوقتي بس فهمت اول كلمة اتعلمها، كلمة الف ب، يعني اب، اغلى كلمة واكبر حب اهدى على الكلام. واكبر حب. كمل. ما هي الفينش. يا مش ثانية شايف بس برضه قافية يا ولا جماعة. وزن. لا، ثواني ثواني. بس كمل، ثواني يا قول حاجة جماعة. تانية. انا ثواني بس. حاساه بيغني بعد راب، إذنك، بعد حاساه إذنك. بيغني راب. يعني مش حاسة ده ثواني شعر. بس، على هو نفسك. انا عايز اعرف احنا بادئين من فين. يعني معلش نهدى بقى يا حبيب قلبي. كابتن تعالى على جنب كده عشان اعرف اتكلم الراجل. يا مقطين معايا. ماشي. انا مش شايف يعني هو احنا بادئين من انهي حاجه في الشعر. يعني انا مش شايف لا قافيه ولا شايف وزن ولا التزام ولا القاء ولا يعني الموضوع ايه. لو هنقيم فعلا بس الكلام شعر حلو، الكلام حلو، ماشي، الكلمات الكلام حلوه، حلو بصراحه. ولكن انت بتتكلمي كلمات ده 20% من شعر عامية. يا جدعان بجد. لا 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 لا، انا كده يا انا همشي، الخامة يا حلوة. اما الخامة البيه حلوة اللي يا أستاذ تحت علي. اللي لابس اخضر دوت اتفضل على بره، عشان انا كده مش هكمل. بقول لك ايه، انا لو طلعت بره، انا كده مش هكمل. انا اتفضل. لو اتفضلي يا طلعت أستاذ. بره بعد اذنك في يا ناس أستاذة، بره، اديني الموضوع انا خلاص. في ناس بره مش هقول لك انا هعمل فيك ايه، احنا ساكتين لك بس اتفضل وربنا اطلع بره. هضايقك دوزن يا ابني، وربنا وين ده يا ابني؟ هضايقك. ايه ده يا ابني؟ يلا اطلع بره، يلا اتفضل شوف لو هتعمل طلعت ايه. بره هضايقك. بره طلعوا يا الضيف جماعة، بره. إيدك يا رجل، اطلع بره ايدك لو سمحت. ينفع كده ايدك يا أستاذ؟ هتوحشك. طيب مش طبيعي كل حلقه تهزق نفسك كده. انا قاعد بره استنى. ده من ساعة سيبنا رايح الشوارع وجينا شغلنا. نام جاي عمال يبهدلونا في شغلنا. يهدد وعمال يعمل ومقابلني بره وتنطط مفيش أخلاق خالص يا أستاذ علي. حاجة غريبة. وبكده طبعا يكون غادرنا المتسابق التاني علشان اخلاقه مش عشان صوته.
طب احنا عندنا هنا في البرنامج الاخلاق هي رقم واحد، والمصداقيه هي رقم واحد، والقرار الصحيح بتاع لجنه الحكم هو الرقم واحد. هنا ما عندناش العاطفه، هنا هو الموهبه الحقيقيه. سمعونا الترحيب بستار تيكر مره تانية. ورجعنا لكم مره تانية، عايزين نشوف التقييمات. دلوقتي بقت المليون هتقسم على 2. للاسف هي مليون شخص واحد بس اللي هياخدها. متحمسين جدا. اكيد. تمام. رأي التقييم ايه؟ اتفضل يا دكتور احمد عبد السلام. انا حد نورسين 8 من 10. طيب المنتج وليد العميري. انا كنت اتمنى ان علي يهدى لان كلامه حلو، مم. ولكن انا برشح الاستاذ علي. يعني كنت اتمنى ان هو يمتعنا اكتر من معلش الكلام. التوتر بس شوية. ولكن انا بعطيك فرصه. سي. انا بعطيه 8. تديه 8 قصدي حصل على 8 من 10. ايه تمام. اوكي طيب يبقى كده معانا صوت حضرتك هو القرار الفيصل ما بين نورسين واستاذ بامبي. جميل. انا مبدئيا بحاول اسيطر على اعصابي يعني، او على مشاعري، او على القدره على الحكم بسبب الموقف السيء اللي أكيد. حصل دوت، طبعا عدم التقدير، ودي حاجه يعني منافيه للاخلاق طبعا. والقيم اللي احنا بندور عليها. مم. فمن منطلق فكره ان احنا بنصنع نجم، بنصنع حاله. العلم الاكاديمي الاديوكيشن موجود، ما عنديش مشكله فيه، احنا في حاله تعلم ونمو. دايما لازم يبقى في قيمه مضافه. طبعا. ايه اللي احنا بندور عليه من البرنامج دوت؟ هو القيمه المضافه، ان احنا بندور على حاله. أكيد. فبالتالي وبناء عليه واسقاطا على الموقف اللي احنا فيه ده دلوقتي، وصلنا للتصفيه ما بين الاستاذه نورسين والاستاذ علي. درجات تقييمات لكل واحد كم من 9 من 10؟ 10 نورسين، وانا بضم صوتي كده نورسين 2 والاستاذ بامبي 1. لا انا حابب بس اقيم الاستاذ بامبي من ناحيه الايه؟ نقول اللون الشعري يعني، عارفه. اوكي، في اللون الغنائي او في المقطوعات الرباعات الصغيره اللي يعني بلا عايزه وزن يغني ولا تاني قافية. يعني؟ هو محتاج ان هو يتعمق اكتر يعني أكيد طبعاً. في الاداء وفي شخصيه عايز الشاعر. تغني طيب؟ لا ما بغنيش. وهو ده اللي احنا كنا بندور عليه من البرنامج يعني. صيغة. نورسين كده نورسين 2 والاستاذ بامبي 1. فنورسين طبعا هي اللي فازت بالمليون جنيه. انت موهبه تستحقي، والبرنامج هنا عندنا لا عاطفه، اهم حاجه الموهبه الحقيقيه. انت فنانه موهوبه تستاهلي كل خير، وبتمنى لك مستقبل حلو جدا. تقولي ايه للكاميرا بتاعتك للجمهور والشباب اللي بتتابعك؟ انا بشكركم جدا، وانتظروا هيبقى فيه شعائر اجدد واجدد واجدد باذن الله. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل حلقتنا في ستار تيكر. نعم. حضرتك انا موجهي في البيت قبل ما تدخل الحلقه الاولانيه يبقى في تحيه، وان حضرتك قاعده بتظبطي من خلفك، وان اللي بيحصل ده ما ينفعش وانا موجود. فانا اوريدي انا عندي سؤال بقى للجنه بعد اذنكم يا جماعه، هل في نوع من انواع الضغط على حضراتكم بالنسبه لان انتوا تختاروا المتسابق بعينه رغم امكانياته؟ بعد اذنكم انا عايز اجابه صريحه. دكتور علي بياتي انت اكاديمي وشخصيه كبيره، فبعد اذنك عايز اسمع منك انت والساده الافاضل. احنا شركه راعيه، شركه راعيه جدا جدا مصداقيه. فبعد اذن حضرتك هل تم ضغط باي شكل من الاشكال من قبل مدير البرنامج او فريق الاعداد او القناه بان متسابق معين ياخد الجائزه؟ هو لون جديد يا دكتور مش اكتر يعني. هو يعني انا برضو زي من منطلق الخيط الاساسي اللي قاله الاستاذ احمد. المايك هو عندي لون بايظ. جديد. الفكره بس يعني احنا بندور على حاله. هي كسبت بقى طبعا مليون هو جنيه. احنا بندور على حاله يعني بدون تحيز وبدون ضغوطات يعني فكره صناعه نجم او صناعه حاله يعني. يعني رأي حضرتك فعلا حقيقي تستحق ولا ما تستحقش؟ ما ما تستحقش اقدرش خلاص. يعني، انا ما اقدرش في اعمل تويست كده في لحظه ان انا اخالف رايي في نفس اللحظه يعني. فاكيد لازم هيكون انا بوضح وجهه نظري زي ما قال الاستاذ احمد يعني. بالعكس يا دكتور، انا حاسس ان انا اسف يعني مع احترامي اللي بيحصل. انا حاسس ان البشر بتتعدد الناس بتاع حلزونه مع حلزونه، والساعه حضرتك بتبدا بتعدي دلوقتي. يعني ايه حلزونه؟
مظبوط. يا جماعه بعد الصبح ليه ده؟ لا مظبوط. ده ولا لا؟ تثبت حضرتك حاسس ده ولا لا؟ سامعني يا بابي؟ يتكلم فيك يا استاذ. نعم يا فندم. حضرتك سامع حضرتك متفق معايا ولا لا؟ لو انت حاسس بالصوت يا ريت. هو الصوت ضعيف شويه. الاستاذ بيقول لك حاسس بالظلم ولا لا؟ صح ولا لا؟ اكيد طبعا. اكيد. هديك 200,000 هديك 200,000. انت راجل موهوب، اتكلم. اكيد طبعا. لا يعني معلش حضرتك، انا دلوقتي بقول شعر حقيقي حصل. لما والدي توفى انا كتبت الشعر ده، الورق اتبل من عينيا لما بقول في عينيه ايام زمان، في ايديه كل الامان، اسمي هو اختاره وبيه بقيت انسان، علمني ازاي اتكلم وفي وسط الناس اتعلم. الله عليك. كان نفسي معاه يكمل لاخر الزمان، حاسس بيه معايا خطوه بخطوه ورايا، صوته بيناديني، صوته محفور جوايا، بيقول لي كمل، اتعب، اتحمل، انت بدالي للامر سلم. كمل. وانا اكيد سلمت، دي رساله ولازم اكملها. دلوقتي بس فهمت اول كلمه اتعلمها، كلمه الف ب، يعني اب، اغلى كلمه واكبر حب. ما سلم وسلم وسلم وكمل طبعاً وسلم البقاء لله وربنا برضه نفس يرحمه الاطار ويحسن اللي احنا إليه. اتكلمنا عليه يا بس انا رايي جدعان. الحي ابقى من الميت. يعني بدون الحي طبعا أبقى من الميت. يعني فين الشخصيه الشعريه، فين اللون الشعري، فين القافيه، فين بجد، يعني زي ما ايه يا جدعان الكلام ده؟ احنا في مستوى لا طبعا والله قصيدة حضرتك على راسنا من احنا ما فوق. وصلناش ودي للبديهيات. مشاعر. احنا بنتهم في مصداقياتنا، لا مفيش احساس. ده كده- يعني بالنسبه لي انا ده كده كلام ما يصحش يعني، وبنتهم في مصداقيتنا يعني من الشركه الراعيه، والكلام ده ما عيب، يصحش. لا، عيب، وانا لا. بصراحه يعني كل الاحساس، وصلتونا كل لمرحله يا الاحساس ده. فندم. انا ما بتكلمش في فكره، ما بتكلمش في فكره احساس يا معالي الشيخ، انا بتكلم في صناعه نجم وصناعه حاله، وده هو الاتيود بتاع البرنامج. احنا حراميه يا دكتور. ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا انا ننسحب كده مش لو الموضوع هينفع يوصل الكلام لكده. ده. لا، 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 لو سمحت تنسحبوا بعد ازاي؟ اذنك، انا بره يا أستاذ الكادر، انا علي. بره الصوره، معلش. اصل ما فيش لا، مصداقيه ما من يصحش الشركة كده. الراعية. يبقى احنا حراميه. لا الشركه يبقى احنا الراعيه ما متفقين ينفعش معانا. تتدخل. ما الله، ينفعش تتدخل اصلا. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انتوا فيه ده؟ ده اهانه دي كده، والله العظيم اهانات ومش معقول. بس فين يا دكتور علي؟ متاسف. ايه ده؟ وانا من وجهه نظري اللي اتقال ده مش شعر، معلش. ارهاصات فنيه، شعور داخلي، هنقدر نقوله كلمتين وبنكون الجمله. مبدا ومخطئ يعني معلش، مع احترامي يا دكتور، يعني الكلام اللي قالته الانسه انت شايفه ده شعر؟ يا فندم. والكلام والاحساس اللي الفنان قاله شايفه ارهاصات؟ يا فندم احنا حاله يا فندم. انسانيه، انا انسان يا قبل ما فندم. اكون فنان انسان، يعني بحس، فمعلش يعني انا يا بتكلم أستاذ في احساس، بتكلم في حاله، في اتيود، لكن ما تقوليش لا 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 لا، الراجل فنان وعنده احساس الرهاصات هي- وكلام هي- حلو. دافع يا يا استاذ عن حقك. ميرسي يا فندم. والله هقول لحضرتك على حاجه يعني. مش هتكلم لوحدي. لا 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 يا فندم، انا هقول لحضرتك على حاجه. الاستاذ طبعا ليه رايه الخاص، والاستاذ ليه رايه الخاص. انا مقتنع جدا جدا بموهبتي، كويس. شخصيتي، برافو عليك. مش فارقه معايا خالص لا مليون ولا 10. انا واحد فنان بعبر عن فني، مش عايز شهره، مش عايز ضجيج، مش عايز اي حاجه من الحاجات دي. انا يكفي بس ان حضرتك قلت لي الكلام الكويس ده. حبيبي برافو عليك، برافو عليك. نرجع بقى، هو خلاص خلصتوا بقى الكلام ده والحاجات دي. نرجع بقى. ورجع لكم انا كمان، ولسه مكملين في ستار تيكر. مين اللي هيكسب المليون، او اصلا اللي كسب مليون؟ المتسابقه نورسين. سمعوني احلى تسقيفه. مبروك. مبروك عليكي يا نورسين، وتصرفيهم كده وانتي مبسوطه وعلى احلامك واهدافك، وتمتعينا بالكتاب ان شاء الله لو نزلت كتاب اصدار. نعم. عايزك تجيبي يوم ايه؟ انا اول حاجه ان انا هنشر الشعر بتاعي كله، وهعمل كتاب اسميه شعائر نورسين. لو كنت مكانها كنت هتعمل ايه بالفلوس؟ ولا حاجه. كحلم يعني، كأمنية كده. لا مش حلم. وتقول مش لها لا. ايه؟ تقول لي ايه اقول لزميلتك؟ لها الف الف مبروك. طبعا انت موهوبه جدا، وبالتوفيق، وربنا معاكي، وان شاء الله باذن الله تستحقي بعد كده ان انت تبقي احسن شاعره في الدنيا. محترم. طب شكر قوي. تصدق بقى ان حضرتك راجل جميل، وده مش برنامج ميرسي، ستار ربنا تيكر، ده ستار يخليكي. تيكر برنامج مقالب. كل سنه وانت طيب. فنان يا ابني والله.
ميرسي يا فندم، ميرسي يا فندم. وانت موهوب بجد اقسم بالله كمان. متشكر يعني جدا يا القصيده فندم. بتاعتك لمستني ربنا ولمست اي يخليك. حد. يعني طبعا فقد باباه وكلامك حلو جدا وكلامك على راسنا متشكر، كلنا. متشكر جدا والف جدا. رحمه ونور عليه. موافق يا استاذ نذيع الحلقه؟ الكاميرا اهي. موافق؟ موافق. نذيع الحلقه. اتفضل. كل سنه حضرتك طيب. عايز اقول لك ان استنونا في حلقه جديده من ستار تيكت. مين هيكسب المليون؟ باي باي.